السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل وصفة حلوة جدا هتعجبكم لانها سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت. هنعمل الكيك اليومي، كيك بسيط خالص خالص هش. مش هيبقى تقيل على قلبك خالص خالص، بس هقولك على سر هيطلع من تحت ايدك رائع جدا جدا ومش هتشتريه من بره ابدا. بدايه كده انا طبعا وريتكم المقادير. معايا بيض، طبعا البيض حاطه عليه فانيليا، ومعايا سكر، ومعايا دقيق، ومعايا زيت، ومعايا لبن، ومعايا السر الخطير بتاعي السمن البلدي او سمن الخشاله يعني. او لو انت مسيحه سمنه بلدي خدي من السمن البلدي 3 4 معالق كده. يلا بينا اقولك نعمل ايه. طبعا اول حاجه هعملها ان انا هضرب البيض والفانيليا كويس جدا جدا. خلاص ضربتي البيض تمام، هنزود عليه السكر. هنحط كمية السكر. انا هنا مستخدمة 5 بيضات، عليه ظرف فانيليا كبير، وعليه كوبايتين سكر. تمام. هضرب بقى السكر والبيض كويس جدا جدا لحد ما القوام بتاعي يبقى كريمي فاتح. هتلاقوا اللون معايا هنا بيفتح، كل ما بضرب كل ما اللون بيفتح معايا. وبعد كده احس ان هو بقى كريمة مش بيض وسكر، ولونه هيبقى فاتح دلوقتي وكريمي خالص. هضرب كويس جدا جدا اهو. بصوا شايفين اللون بدأ يفتحي معايا ازاي. اول ما احس ان السكر اختلط مع البيض بزود سرعة المضرب بتاعي، وبضرب بقى مثلا 3 4 دقايق كده لحد ما القوام بتاعي يبقى كريمي وفاتح. تمام. انا هنا ضربت 5 بيضات، عليهم ظرف فانيليا، عليهم كوبايتين السكر. بحط كوباية زيت، والسر بتاعي الحلو الجميل نص كوباية سمن بلدي. لو عندك سمنه بلدي مسيحاه حطي نص كوبايه. لو عندك سمنه خشاله او شيراتون تحفه تحفه تحفه، حطي معلقتين او 3 على حسب الكميه اللي انت عاملاها. هتفرق معاكي في الطعم بشكل رائع. وهو ده على فكره سر الكيك الجاهز اللي بتجيبيه من بره. بس طبعا اللي بره ده فيه مواد حافظه، فبلاش اعمليها انت في البيت، مش هتاخد منك وقت خالص وهتبقى حلوه جدا وان شاء الله ولادك يحبوها. يبقى انا ضربت البيض والفانيليا والسكر والزيت والسمنه. هحط كوبايه لبن، هحط نص كمان بس هسيب من النص معلقتين. تمام. يبقى انا هحط كوبايه ونص لبن، بس هسيب معلقتين لبن في الكوبايه، وهقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. هضرب بقى اللبن مع بقيه الخليط. يبقى الخليط اللي قدامي ايه؟ نقول تاني: بيض، فانيليا، سكر، زيت، سمن بلدي، ولبن. انا كده بقول لكم خلاص انا مش عايزه المضرب في المرحله الجايه، عايزه معلقه او سباتيولا او يعني مضرب يدوي عشان اقلب بطريقه معينه بحيث ان انا ما اطلعش الهواء اللي انا حطيته في البيت دلوقتي. طبعا الدقيق ده انا خلاه دول 4 كوبايات دقيق. بصوا انا بقلب من تحت لفوق، بجيب من تحت لفوق بالراحه. طبعا عشان انا مسرعه الفيديو فهتحس ان انا بعمل بسرعه، انا بعمل بالراحه جدا عشان ما اطلعش الهواء اللي انا دخلته وحافظت عليه. تمام. بقلب بالراحه من تحت لفوق كده بالراحه خالص، وبحط الدقيق على دفعات عشان ما يكلكعش مني. انا عارفه ان كلنا بنعرف نعمل كيك، بس انا حبيت نعمل وصفه حلو، اول وصفه حلو معانا في القناه، تبقى سهله وسريعه تفتح نفسكم ان انتوا تقفوا في المطبخ وتعملوا حلو، وفي نفس الوقت انا بشتغل في الحلو، وعارفه يعني ان شاء الله باذن الله انها تعجبكم بالسر الصغير اللي بيني وبينكم اللي انا قلته لكم ده. معلقه السمنه البلدي مع الكيك رائعه، بتدي نكهه جميله جدا. بقلب بالراحه من تحت لفوق عشان كل المكونات تختلط معايا. عايزه تكملي الضرب بالمضرب ما تكتريش الضرب بالمضرب، بس ضربتين كده وخلاص. وحاولي تلمي بقى بالمعلقه السيليكون عشان كل الخليط يتجانس مع بعضه. تمام. شايفين؟ الحمد لله كده خلاص، مفيش كلكعه، مفيش حاجه باقيه مش متقلبه كويس. انا كده بتاكد ان كل الخليط متجانس مع بعضه. عندي 2 قالب كنت دهناهم زيت ورشه دقيق. تمام. هقسم الخليط في القالب، هحط حبه هنا وحبه هنا، وهقول لكم هنعمل ايه في الباقي. طبعا الكيك بيتعمل باشكال وانواع كتيره جدا جدا جدا. انا هنا هعمل يعني حاجه شبه الماربل كيك او الكيكه الرخاميه.
تمام، بس بطريقه سهله عشان لو ما عندكيش مثلا كيس حلواني، انتي مثلا عايز تعملي حاجه بسرعه وتخلصي بسرعه عشان وراكي مشوار، فالحاجه هتخلص معاكي بسرعه جدا، مش هعقدلك الدنيا. يعني انا هنا حطيت تقريبا نص القالب خليط فاتح. تمام. فاكرين بقى معلقتين اللبن؟ انا هجيبهم واحط عليهم معلقتين كاكاو خام، معلقتين كاكاو خام، وانصحكم بكاكاو دريم، بجد رائع رائع، وتحسوا ان انتوا بتاكلوا شوكولاته فعلا. تمام. يبقى انا هنا دوبت معلقتين كاكاو خام على معلقتين اللبن، وحطيت كمان علشان اللمعه بقى الحلوه حطيت شويه زيت صغيرين جدا، يعني معلقه زيت مش كتير، ما تكتريش، معلقه زيت بس عشان الخليط يتقلب كويس ويديني لمعه حلوه. شايفين؟ شوكولاته تحفه تحفه تحفه. هحط بقى الخليط الشوكولات ده على خليط الكيك الفاتح، يبقى انا كده هعمل كيكه شوكولاته، يبقى انا عملت نوعين بخليط واحد. تمام. هقلب بقى. عايزه بقى تعملي شكل متجانس وعندك وقت ما شاء الله وقادره ان انتي تقفي، اعملي الخليط الابيض وقسميه، حطي ده في بوله وده في بوله. تمام. وحطي بقى في الصاج بتاعك او في الصينيه او في القالب بتاعك معلقه خليط ابيض، فوقيها معلقه خليط شوكولاته، وهكذا لحد ما تخلصي الخليط كله. انا عملت هنا حاجه سريعه تحمسك وتشجعك ان انت تخشي تقفي تعملي كيك حلو جدا جدا، هيعجبك ان شاء الله انت واولادك. هحط بقى هنا الخليط البني او خليط الشوكولاته على الخليط الابيض، هحاول اوزعه عشان الاتنين يبقوا تقريبا يعني نفس الكميات. بوزع في القالب التاني. تمام. مش هعمل شكل قوي انا، بس كل اللي هعمله ان انا هعمل يعني ايه نسبة وتناسب. هحط الخليط البني تقريبا ممكن يبقى قد او اقل شوية من الخليط الابيض. هيتفضل عندي شوية خليط بني، مش هرميه ابدا ابدا، ولا هفكر ان انا مثلا استغنى عنه خالص. انا هيبقى عندي قالب تاني هوريهولكوا كمان شويه، هحط فيه الخليط البني اللي فاضل، والخليط البني اللي فاضل ده بقى هنعمل له صوص شوكولاته اقتصادي رائع جدا جدا جدا. انا بحاول والله اسهل عليكي الحاجه، ما اعقدلكيش الدنيا، ما اقولكيش تجيبي حاجات تبقى فوق امكانياتك، انا همشي معاكي واحده واحده وخطوه خطوه على قد اقل الامكانيات. انا عايزه الناس كلها تحب وقفه المطبخ، الناس كلها تعمل حلويات، الناس كلها تعمل اصناف كتير بس باقل الامكانيات. انا هنا خلصت الخليط خلاص، لسه فاضل شويه خليط بني صغيرين زي ما قلت لكم. هجيب القالب اللي انا وريته لكم وهدهنه برده شويه زيت ورشه دقيق. انا هنا جبت سكينه، هاتي الستيكس بتاع الشيش طاووق، وحاول ان انتي بس تخلطي الخليط البني مع الخليط الابيض عشان تعملي الشكل الرخامي اللي قلت لك عليه او الماربل كيك. تمام كده، انا كده خلصت. تمام. هعمل ايه؟ همسك القالب وبالراحه كده، 1 2 3 1 2 3 خلاص. تمام. هدخلهم بقى الفرن. هنعمل الاول القالب اللي قلت لكم عليه، رشه الزيت وبعد كده رشه الفانيليا، رشه الدقيق سوري، وهحط بقيه الخليط البني في القالب بتاعي. تمام كده. خلاص، برضو نفس الكلام، خبطتين كده على الرخامه بالراحه خالص. خلاص انا كده خلصت كل الخليط. هحطه بقى في الفرن. الفرن سخن، انا مشغلاه قبل ما اشتغل تقريبا بربع ساعه على 180 درجه. بحط الشبكه في الرف اللي في النص، بياخد تقريبا ساعه الا ربع. هنا خلاص، شايفين الروعه ما شاء الله بجد. ثواني هقفل الاذان يخلص. تمام، معلش انا فصلت عشان كان في اذان. ما شاء الله هنا الحاجه طلعت من الفرن. طبعا انا بعمل اختبار للكيك قبل ما يطلع، وهنا تمام ما شاء الله، ما اخدش معايا وقت على فكره لان هي قوالب وقوالب صغيره. هعمل بقى هنا الصوص الاقتصادي الرائع جدا الاشهر من نار العالم. انا هنا هعمل كميه صغيره، عندي نص كوبايه سكر ابيض عادي. تمام. بحط عليهم معلقتين كاكاو خام مليانين، معلقتين كاكاو خام مليانين، بس افضل ان احنا ننخله عشان لو في اي تكتلات ما تبقاش
طعمها مش لطيف لو نزلت في بق حد او كده. تمام. يبقى انا هنا حاطه نص كوبايه سكر عادي، عليهم معلقتين كاكاو خام مليانين، وهنخلهم عشان لو في اي تكتلات تتفك معايا. ده صوص شوكولاته اقتصادي يا جماعه، والله حلو جدا جدا وسريع، ويعني هيناسب كل الاذواق. جميل جدا. خلاص هخلطهم كده مع بعض. هحط كمان شويه فانيليا صغيرين، ده نوع الفانيليا اللي انا بستعمله، شويه صغيرين كده بس عشان ريحته تبقى حلوه. وبقول لكم بجد يا جماعه كاكاو دريم رائع رائع رائع، بس كاكاو خام طبعا، الحلويات بتبقى عايزه كاكاو خام. هحط نص كوبايه زيت، طبعا لازم يبقى زيت نضيف عشان بس بيبقى ليه نكهه، يعني ما يبقاش طعمه مش لطيف. تمام. ونص كوبايه لبن، يبقى المقادير كلها زي بعض، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، معلقتين كاكاو خام كبار مليانين، وبنخلهم واقلبهم، وبالهاند بلندر او بالمضرب قلبي كويس جدا جدا لحد ما القوام يتقل معاكي، وهتحسي بصوت الهاند بلندر وهو بيلف القوام ان هو بيتقل معاكي. بصوا هو تقل جدا على فكره، هوريهولكوا دلوقتي. تمام. القالب بتاعي هجيب سكينه وهخرمه علشان الصوص شوكولاته يتغلغل جوه الكيكه نفسها، وتبقى الكيكه جوسي ورائعه. هوريها لكم طبعا لما اقطعها. بصوا بصوا قوام الصوص تحفه وبيلمع وجميل وطعمه حلو جدا جدا. اهم حاجه الادوات اللي بتستعمليها تكون انواعها يعني حلوه كويسه، ما يكونش كاكاو مثلا يعني عندك بقاله فتره فلقط مثلا ريحه كارف عليه طعم حاجه، يعني تبقى هاتي حاجه جديده بس تبقى عندك عشان تستعمليها في الحاجات دي. خلاص هخبط بس بالراحه كده على الرخام علشان الاخرام اللي انا عملتها تنزل فيها صوص شوكولاته. هوريها لك بقى لما تتقطع دلوقتي هتبقى عامله ازاي. بصي الجمال، بصي ما شاء الله بجد، الشوكولاته اتغلغلت جوه الكيك، وطبعا الكيك هش جدا 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 وطعمه حلو قوي قوي. انا كان لازم صراحه ادوقه عشان اقول لكم رايي. حلو جدا جدا جدا. ان شاء الله تعملوه وتجربوه ويعجبكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. وادي الكيك كمان بتاعنا اهو، وادي الكيك التاني، والف هنا يا رب على قلوبكم. حبيت ان الوصفه تكون سهله وبسيطه، وان شاء الله تجربوها. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.